من أطيب أنواع الفطاير هي فطاير الصبانغ. عندي هون صبانغ كمية كيلو، مغسلتها من قبل منيح دورين لأنه في كتير بيكون بقلبها تراب، انتبهوا غسلوها منيح. وبس نشفت فرمتها فرمة كبيرة لأنه الصبانغ بتدبل كتير، وحطيت عليها شوية ملح وفركتها بالملح كتير كتير وعصرتها من السوائل اللي طلعت منها. حاولوا لا تغسلوها بعد ما تفرموها لأنه بتروح كل الفوائد الغذائية اللي فيها. وحطيت فنجان زيت الزيتون اللي بيعطي طعم مميز للصبانغ، ودبلت فيه البصلة، لا تخلوها تستوي كتير ما بتعطي طعم طيبة. ومعاي معلقتين كزبرة خضرة بيعطوا طعم مميز، وربع معلقة صغيرة من الفلفل، وربع معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، وربع معلقة ملح، وفنجان صغير دبس رمان، وعصير نص ليمونة. لأنه فطاير الصبانغ طيب فيها كتير يبين الحامض فيها، وفي ناس بتحط ملح الليمون بس أنا ما بحبه، اكتفيت بالدبس الرمان وبالليمون اللي حطيته. وهون بعد ما حطينا الحشوة عم سكرة منيح، اضغطوا عليها منيح حتى ما تفتح، وراح حطها على المقلوب لحتى تضل شكلها حلو. هذا ذوق شخصي، فيكم تحطوها على الجهة اللي سكرتوها. ولا ننسى صينية الفرن لازم نكون ماسحينها شوي بزيت لحتى ما تلزق الفطاير. ولدهن الفطاير لحتى تعطي لون مميز حضرت فنجان حليب، وحطيت كمية قليلة كتير من القهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه، لا تكتروا بتعطي مرورة، كمية كتير قليلة لازم تكون. وزينتها بالسماء وضغطت عليها ضغطات خفيفة لأن العجينة اختمرت، وخبزتها على درجة حرارة 200. أول شي بتسوى من تحت بعدين من فوق، ومجرد ما تطلع وهي سخنة لازم ندهن بكمية قليلة فرشاي بزيت زيتون، وصدقوني رح تاخدوا أفضل نتيجة. وبالعافية، واستودعتكن الرحمن.